كما اختار وليد الركراكي الاستعانة بخدمات لاعبي الوسط بلال الخنوس وعبد الحميد الصابري ويحيى جبران وعز الدين أناحي سفيان أمرابط وسليم أملاح. ويعول المنتخب الوطني المغربي في المونديال أيضا على حضور لاعبين حكيم زياش وأمين حارث ويوسف النصيري وإلياس الشاعر وزكريا أبو خلال وعبد الصمد الزلزولي وسفيان بوفال ووليد شديرة وعبد الرزاق حمد الله الذي كان مفاجأة هذه التشكيلة. وإذا كانت خيارات الناخب الوطني وليد الركراكي فاجئة بدعوة حمد الله والخنوس إلى اللعب في كأس العالم، فإن حدة المفاجأة تزداد بغياب أسماء أبرزها أيوب الكعبي والأخوان ريان وسامي مي. يجب بالذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم 2022 المنظمة بقطر وضعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب كل من كرواتيا، بلجيكا وكندا.